بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده جولتنا في حي من احياء اسكندريه، حي شعبي، حي شهير جدا جدا في اسكندريه، منطقه من مناطق اسكندريه الجميله، منطقه بكوس. انا ماشيه هنا قصاد محطه ترام بكوس. طبعا المحطه زي ما حضراتكم شايفينها كده هدوها، الترام كله اتلغى، وان شاء الله ان شاء الله هيطوروه يعني الفتره القادمه باذن الله. امتى مش عارفه الصراحه، بعد كام سنه هيطوروه ازاي الله اعلم، برضو لسه يعني وقتها ان شاء الله هنصوره ونعرفه. فكان محطة ترام بكوس من ازحم المحطات على مستوى الترام كله. كان كل الناس يعني العربية بتاعت الترام كانت كلها تنزل في بكوس، 90% منها يعني. وبرضو نلاقوا برضو على المحطة ناس كتير قوي قوي واقفين على محطة ترام بكوس عايزة تركب يعني، فكانت اكتر محطة زحمة. انا هنا بقى هدخل هنا في شارع السوق، وده طبعا من اشهر شوارع بكوس. هو شارع السوق. هنتجول كده في الشارع كله كده، ناخدوه معانا نتفرجوا على ملامحه. واكتر شارع زحمة قوي هو شارع سينما ليلى. بس بقى هنا بقى يعني الزحام متعب في الشارع ده، شارع شعبي فظيع. هي بكوس كلها منطقة شعبية جدا جدا، ومنطقة تجارية قوي قوي يعني. فالشارع بقى هنا صعب قوي بقى، يعني اللي بيمشي في بالعربية في الشارع ده يعني هقول لكم ايه، الله المستعان، مامته داعية عليه والله العظيم. شارع صعب قوي، كل شوية يعملوا له إزالة ويرجعوا تاني، يعملوا إزالة ويرجعوا تاني. وعايزة اقول لكم برضو من خلال الفيديو هنا ان الشارع هنا برضو المرة دي ده اجواءه هادية جدا جدا بالنسبة لطبيعته الحقيقية. الشارع ده انا كنت معدية فيه الصبح، التصوير ده قبل المغرب بشوية، كان الشارع ده معدية فيه الصبح كان ساكت خالص، مفيش اي حاجة فيه، كنا بنجروا كده بالعربية لان كان فاضي. على قبل المغرب كده كانت اجواءه بالطريقة دي. لكن هو في حقيقته هو أسوأ من كده بكتير، هو زحمة موت بقى. وفي الأعياد بقى وفي رمضان وفي المدارس يا نهار أبيض فظيع، متعرفوش تمشوا فيه أصلا برجليكوا أصلا. المهم يعني دايما العربيات أصلا بتبعد عن الشارع ده، بس احنا معديين منه علشان خاطر انتوا تشوفوا منظره ايه يعني. المهم بقى هنمشوا كده في الشارع كده، وبعد كده هنوصلوا لكوبري الناموس، ونرجعوا ندخلوا شارع 20، ومن شارع 20 هنتجولوا منه في شارع متفرع من شارع 20 يعني علشان تشوفوا قلب المنطقة من جوه كده. وهنطلع على سينما ليلى، وهنعدي برضو على شارع مصطفى كامل، وبعد كده الجولة بتاعتنا هتنتهي. وبإذن الله هنتعرف على سعر التمليك والإيجار في منطقة بكوس لو حابين تشتروا فيها. تعرفوا الأسعار إيه النهاردة 10/8/2026. الشارع السوق ده بقى الصبح كده لغاية العصر مثلا بيبقى كله بقى خضار، يعني الناس كتير قاعدة بخضار، بيبقى خضار طازة جدا وشكله حلو قوي يعني. وفاكهة وكده. بعد العصر كده يبدأوا بتوع الخضار يمشوا، ويبقى مين اللي يقعد؟ بتوع بقى الفروشات بقى الفاكهة، وبتوع ملابس بيبقوا قاعدين زي ما حضراتكم شايفين كده في الشارع كده. وبتوع الخضار خلاص تلاقوهم مشوا بقى. وعايزه اقول لكم كمان ان احنا على يميننا كده في اكبر سوق خضار جوه. تدخلوا بس على اليمين كده، اي شارع كده متفرع من شارع السوق على اليمين هتلاقوا سوق خضار كبير جدا جدا. هتدخلوا كده تحس ان انتوا داخلين مغارة علي بابا في من سوق الخضار. احنا هنا وصلنا محطة القطر، فاكرين محطة القطر اللي هو هيعملوه لنا مترو دلوقتي؟ في الجزئية كده اللي احنا فيها ديت على يميننا وعلى شمالنا ده كان سكة القطر، وكان ده مزلقان القطر. فان شاء الله هم شغالين في المترو حاليا يعني باذن الله. هنا بقى على يميني برضو مستشفى الهلال الاحمر، مستشفى حكومي على ايديا اليمين. المبنى اللي على يميني حاليا دلوقتي اللي واقف قدامه العربيات الميكروباص دي مستشفى الهلال الاحمر. هنفضلوا ماشيين كده لغايه لما نوصلوا بقى لكوبري الناموس، ومن كوبري الناموس هنرجعوا ندخلوا شارع 20. عايزه اقول لكم بقى ان انتوا يعني واحنا ماشيين كده كل شارع متفرع من شارع السوق، وخصوصا ورا كده شويه بقى في ظهرنا كده كل شارع متفرع من شارع السوق وشارع السوق بالاخص، غير شارع سينما ليلى كمان. بتدخلوا تلاقوا دنيا تانية، بتحسوا انتوا داخلين منطقة تانية، منطقة في قلب منطقة. وهو كل ده في الاول وفي الاخر هي منطقة بكوس. تدخلوا لو دخلتوا يمين تلاقوا مغارة من المحلات، دخلتوا شمال تلاقوا مغارة تانية من المحلات ومن الخضار ومن كل حاجة. بكوس دي فيها كل حاجة تتخيلوها. عشان كده تلاقوا ناس كتير قوي قوي في بكوس، يعني زحمة موت طول السنة، هي زحمة، وخصوصا في الأعياد وفي داخلة المدارس بتبقى زحمة بطريقة فظيعة. زيها
زي المنشية، بس ممكن تكون بكوس على صغير شوية عن المنشية. يعني المنشية دي ما شاء الله غول كده، لكن هنا يعني بنت الغول فاهمين قصدي؟ فالمكان هنا تجاري جدا جدا جدا. يلا بقى نشوفوا المنطقة الحلوة الشعبية الجميلة دي الأسعار فيها عاملة ايه. بصوا بقى، أول شقة 100 متر 2 نوم وحمام في شارع السوق 2 مليون و250 ألف. أنا جبت لكم شوارع متنوعة كتير جدا ومساحات كتير جدا جدا علشان خاطر تبقوا يعني ملمين بأسعار المنطقة كلها وبأسعار شوارعها ايه. وطبعا ممكن يعني يبقى شقتين في شارع واحد وكل شقة لها سعرها وهم نفس المساحة، بتختلف طبعا زي ما حضراتكم عارفين، يعني في التشطيب، في الدور عالي ولا دور تحت شوية، بتطل على ايه، فكل ده حاجات بتفرق في السعر. شقة 92 متر 2 نوم وحمام ب900 ألف جنيه، مش مكتوب لها عنوان، هي مكتوب بكوس وخلاص. شقة تانية 95 متر 2 نوم وحمام 1,300,000 في شارع ابن غزالة. في شقة هنا معروضة 135 متر 2 نوم و2 حمام في شارع الإذاعة 3 مليون. شارع الإذاعة ده اللي هو ما بين الترام، سكة الترام، وما بين شارع أبو قير. في شقة كبيرة شويتين 230 متر، كام بقى؟ 224 متر 3 نوم و3 حمام في شارع العقصة 5 مليون و600 ألف. 5 مليون و600 ألف في بكوس، بصراحة كتير. شقة 90 متر 2 نوم وحمام على المترو مباشرة، محطة الظهرية 950 ألف. هنا أنا كاتبالكوا شارع 20 موجهة الكاميرا عليه، هوصل بس كده لكوبري الناموس تمام، وهرجع تاني ادخل الشارع 20 لانه طبعا شارع مهم فلازم ان ناخده جولة منه. نكمله مع بعض بقية الشقق. شقة 90 متر 2 نوم وحمام على المترو مباشرة، محطة الظهرية 950 ألف. شقة 105 متر 2 نوم وحمام 1,400,000 شارع الفتح. شارع الفتح ده اللي هو شارع الترام يا جماعة. شقة صغيرة 80 متر 2 نوم وحمام شارع مصطفى كامل 900 ألف. شقة 82 متر شارع مرتضى باشا 1,500,000 غرفتين وحمام. شقة 125 متر شارع سينما ليلى اللي أنا لسه ما رحتهوش 3 نوم وحمام 1,400,000. في شقة تانية 95 متر كوبري الناموس، كوبري الناموس في وشنا اهو. الناس اللي كانت بتقول صورنا كوبري الناموس، كوبري الناموس في وشنا، دي منطقة بقى كوبري الناموس بقى. 95 متر كوبري الناموس نزلة أبو سعدة مليون جنيه بس. تمام. شقة 75 متر في شارع سينما ليلى 1,450,000. شقة 90 متر 2 نوم وحمام في شارع الكرامة مشهور بشارع الزيت 1,000,000 جنيه. طبعا احنا ملاحظين كده ان الشقق في بكوس كلها مساحات 92 متر 100 متر 80 متر، هي دي المساحات اللي ماشية في بكوس يعني. لكن شقة مثلا 320 متر والكلام اللي احنا، او 224 متر زي ما شفنا كده، دي اكيد الراجل ده كان واخد مثلا الدور كله مع بعضه وفتحه مع بعضه فعاملهم شقة واحدة. في شقة 290 متر 3 نوم وحمام جانبي من شارع 20 اللي انا لسه هروح له دلوقتي، عاملة 900 ألف. شقة كمان 100 متر 3 نوم وحمام في ظهر الترام 4 مليون. دي كانت أسعارنا أو أسعار الشقق المعروضة، مش أسعارنا. ليه؟ لأن أنا مش شغالة يا جماعة تبع البيع ولا تبع الشراء ولا الكلام ده. أنا مش مسؤولة عن البيع ولا عن الإيجار ولا عن أي حاجة، علشان خاطر بس محدش يكتب لي أنا عايز الشقة النموذج كذا. ليه أنا بقول الكلام ده في كل فيديو؟ عشان كل فيديو بيدخلوا ناس جديده ما بتبقاش لسه عارفه نظام القناه ايه. يعني انا بس بلف لكم في المنطقه وبجيب لكم اسعارها ايه، بحيث لو انتوا عايزين تشتروا يعني او بتدوروا على اي حاجه تمليك او ايجار، فيبقى عندكم يعني داخلين الفيديو كده وعندكم المعلومه كامله، يعني تطلعوا مستفيدين كل حاجه عن المنطقة. وكمان الجولة للناس طبعا اللي عايز تتعرف على مناطق اسكندرية، والناس اللي لها ذكريات في اسكندرية، والناس حبايبنا اللي في بلاد بره، اللي بره مصر خالص، وبتبقى بقى وحشاها بقى اسكندرية. فانا طبعا عناية ليكم بجد، وببقى فرحانة جدا جدا ان انا ببقى سبب في فرحتكم، حتى لو فرحتوا كده فرحة صغيرة فانا ببقى فرحانة بالفرحة بتاعتكم دي. انا هنا بقى خلاص وصلت لنهاية كوبري الناموس، وهرجع تاني عشان خاطر ادخل شارع 20، بس
هسرع الفيديو شويه عشان الفيديو ما يبقاش طويل. وعلى ما اوصل بقى شارع 20 يلا بينا نشوف شقق الايجار عامله كام في بكوس بتاريخ 10/8/2026. شقه 140 متر 3 نوم وحمام، اول شارع الاذاعه ب10,000 جنيه شهريا. شقه 120 متر 2 نوم وحمام 11,000 شهريا. شقة 50 متر، هي ده يعتبر استوديو يعني، لان هو 50 متر دي حاجة صغيرة قوي يعني ان يتقال عليها شقة. استوديو او شقة 50 متر غرفة وحمام متفرع من شارع الطيار احمد ابو السعود 1,500 شهريا. شقة 100 متر 3 نوم وحمام قريبة من السوق والترام ب5,000 جنيه شهريا. شقة 60 متر 2 نوم وحمام سينما ليلى ب2200 في الشهر. وشقة أخيرة بقى 75 متر 2 نوم وحمام متفرعة من شارع العقصة 2,500 شهريا. وبكده بقى أنا كده قلت لكم التمليك وقلت لكم شقق الإيجار في منطقة بكوس. فيها أسعار معقولة وأسعار عالية، فانتوا بقى ايه يعني خلوا بالكم كده وانتوا بتشتروا هي فعلا الشقة تستاهل كده ولا لا. ما بكوس زي ما حضراتكم شايفينها منطقة شعبية جدا، فيها مباني، فيها برضو عشوائيات ظهرت قدامنا في الشاشة. وربنا طبعا يكتب لكم الخير في اي شقة تشتروها في اي مكان، وربنا كده يا رب يعني سهل لكم الحال بالتمليك في اسرع وقت. انا زي ما قلت لكم انا راجعه هنا لشارع 20. لو وصلت لغايه هنا من الفيديو وناس تحط اللايك الجميل بتاعك، يا ريت تدعم الفيديو باللايك وتكتب لي رأيك الجميل في التعليقات. ايه رأيك في بكوس، شايفها ازاي؟ هنا بقى احنا اخدنا اليوتيرن هنا وهندخل ورا العربية البيضة دي، هندخل شارع 20 بقى، وبعد كده هندخل منه بقى متفرع منه كده عشان نروح لشارع سينما ليلى عشان الجولة ما تبقاش كبيرة قوي يعني. بكوس دي زمان يا جماعة ما كانش طبعا بالمنظر ده زي اي منطقة في اسكندرية في بداية الامر، ما بتبقاش على الوضع الحالي بتاع 2026 يعني. فهي كانت منطقة زمان كانت كلها بقى زرع كده واشجار وحاجة جميلة جدا، وكان بيسكن فيها الاجانب بقى، وكان فيها فيلل وكان فيها قصور. ومع مرور الوقت تحولت للمنظر اللي حضراتكم شايفينه، بعد ما كانت منطقة ساكن فيها الاجانب اليونانيين خواجات تحولت لمنطقة شعبية جدا جدا. طيب بكوس بقى اتسمت ليه بكوس بالاسم ده؟ ايه بكوس؟ اسم غريب شوية صح؟ بكوس اتسمت على اسم خواجة يوناني كان اسمه بخوس، بس اليونانيين ما كانوش بينطقوا الكاف زينا كاف كده، كانوا بيقولوا عليها خ. يعني اي حاجة عندهم فيها كاف كانوا بينطقوها خ. يعني لو حضرتك اسمك كريم هينطقوك ويقولك يا خريم، تمام؟ وهكذا بقى. اعملوا بقى امثله مع نفسكم كده، كل واحد عنده حد في العيله في حرف الكاف يحط الخاء كده وينطقوا زي اليونانيين. فكانوا زمان اليونانيين ما كانوش بينطقوا الكاف زينا كده، كانوا بيقولوا عليها خاء. فالراجل اساسا كان اسمه بكوس، بس بما ان هم بيقولوا الكاف خاء فكانوا الخواجه اسمه الخواجه بخوس. الخواجه بخوس ده بقى كان بيمتلك فيلا في المنطقه وكان عنده ارض في المنطقه، وعشان كده المنطقة طبعا، وكان زمان بقى اللي بيمتلك فيلا ومنطقة بقى معروف بقى راجل غني في المنطقة باين كده ظاهر، فالمنطقة اتسمت على اسمه بقى. وعاش في المنطقة طبعا سنوات طويلة جدا لغاية لما باعها بقى، باع الأرض بتاعته بقى، باعها بقى في أوائل القرن العشرين. بعد ما باعها بقى أصبحت يعني فضلت المنطقة باسمه. يعني هو باعها لمين بقى؟ باعها لواحد اسمه شعبان أبو شبانة. وبالرغم من ان شعبان ابو شبانة اشترى منه الارض بتاعته، وما زالت المنطقة بخوس هي بكوس من يوميها لغاية وقتنا هذا، مع ان شعبان ابو شبانة خطط المنطقة بالكامل وبنى مسجد باسمه مسجد ابو شبانة، وسمى شارع الترام باسمه. ورغم من كل ده ما زالت المنطقة متسمية على اسم الخواجة بكوس رغم كل التطورات اللي عملها ابو شبانة في المنطقة. لكن المنطقة شهرتها طبعا منطقة بكوس في اسكندرية، او بكوس بس يعني شهرتها منطقة بكوس في محافظة الاسكندرية. عرفتوا بقى ايه سبب تسمية بكوس؟ كانت متسمية على اسم واحد خواجة يوناني اسمه بخوس. طب انا دلوقتي معايا مبلغ وعايز اشتري، تنصحيني اشتري فيها ولا لا؟ يعني انا في السؤال اللي بيبقى زي ده انا بحط نفسي مكان اللي بيسأل. بصراحة انا لو معايا مبلغ
لو عايزه اشتري تمليك مثلا ومعايا المبلغ، لا انا مش هشتري في بكوس، فهشوف لي اي مكان تاني بره بكوس. بكوس يا جماعه زحمه جدا جدا جدا، فوق ما تتخيلوا، متعبه في كل حاجه، حتى ان مشيت فيها رجلك متعبه، دوشه، الناس بتنادي في ميكروفونات، لا صعبه، بكوس صعبه. انا بما اني انا يعني بتجول كتير وكده، ورحت بكوس كذا مره كذا مره، لا بكوس صعبه لدرجه ان انا ما بقتش ادخلها غير الا اذا كان عاوز اصور لكم فيديو بس، مش اكتر من كده، او بقى اذا كان في امر يستدعي ان انا هعدي من قلب بكوس رايحه لمصلحه تانية، مش في بكوس، بره بكوس. اشهر شوارعها واهم شوارعها طبعا هو شارع سينما ليلى، وشارع السوق اللي انا كنت ماشيه فيه، وشارع 20 اللي احنا دخلنا فيه من شويه، كل دي شوارع مشهورة في منطقة بكوس. احنا هنا داخلين على شارع سينما ليلى بقى. شارع سينما ليلى ده شارع طبعا من الشوارع المعروفة المشهورة جدا المهمة في بكوس، واتسمى بسينما ليلى ليه؟ لأنه هو كان في سينما اسمها سينما ليلى، في الشارع اتسمى باسمه. في الأساس هو اسمه شارع القومية العربية. بيبدأ منين سينما ليلى؟ بيبدأ من الترام ويقطعوا شارع مصطفى كامل ويقطعوا سكة القطر اللي هو المترو حاليا، وبيوصل لغاية شارع 20 وبينتهي على كده شارع سينما ليلى. طب هو ولا السوق، شارع السوق احسن؟ لا، هو زحمه وشعبي برضو، وشارع السوق نفس الحكايه، لكن هو شارع سينما ليلى احسن، وهتلاقوا الشقق فيه اغلى شويه من شارع السوق، لان هو برضو يعني انا بحس ان هو يعني مش شعبي لدرجه شارع السوق بقى، هو احسن شويه الصراحه. وانا ماشيه كده برضو واخده بالي ان المنطقه فيها بيوت عائلات، العماير ارتفاعها مش عالي، يعني ممكن 8 ادوار 7 ادوار، وفي بيوت عائلات يعني قابلتني وانا بصور كده. فالمنطقه يعني فيها ميزه ان هي مبانيها مش عاليه قوي، يعني مش ابراج بقى بال 17 دور وال15 وال20، في الابراج دي بتبقى قافله المنطقه جامد جدا يعني. يعني المنطقه دي لو بس على يعني لو قفلوها على نفسها كده هتبقى مش زحمه، لكن اللي زحمها ان كل المناطق التانية بتيجي بكوس، تيجي تشتري حاجتها من بكوس. طب الاسعار فيها ايه؟ الاسعار فيها يعني عاديه، يعني مش هنقوله رخيصه قوي ولا هنقوله غالية، لا هي أسعار عادية. والحاجة برضو يعني هي بصوا يا جماعة، هي حلوة في الخضار، في الفاكهة، في الحاجات كده، رفايع كده للمطبخ، حاجات كهرباء مثلا برضو يعني. يعني بالنسبة مثلا للنجف والحاجات دي لا، تروح المنشية أفضل. انا مش عايزه انا مش بقطع عليكم والله بتوع بكوس، بس يعني خاطر بس الناس اللي داخله لاول مره تشوف منطقه بكوس، هي منطقه تجاريه يا جماعه بس يعني هي المنشية أكبر منها في كل حاجة. هنا بقى احنا عدينا سكة المترو، على يمين هنا بقى سوق الخضار بتاع بكوس بقى، سوق شهير جدا جدا اللي بقول لكم عليه بقى، سوق مشهور قوي. على يميننا تدخلوا اي يمين كده هتلاقوا بقى تخشوا بقى على مغارة علي بابا بقى، من السوق بقى، من الخضار بقى، ومحلات فراخ ومفيهوش سمك هو ولا جزارين، هو محلات فراخ وبسيطة كمان، بس كله خضار بقى، خضار طازة وزي الفل. احنا هنا داخلين بقى على شارع، قربنا ندخل كده على شارع مصطفى كامل بقى، شارع مصطفى كامل. مش قلت لكم احنا داخلين من على الترام كده، سكة الترام في وشنا لسه، احنا هنوصل للترام وهننهي الفيديو على كده. اهم معالم بكوس، منزل والد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، منزله يعني الراحل جمال عبد الناصر باباه والراحل نفسه جمال عبد الناصر كانوا عايشين في بكوس، تمام، في شارع مصطفى كامل. فكان باباه اللي هو يعني بابا جمال عبد الناصر كان شغال في مكتب بريد، وجمال عبد الناصر طبعا قضى الطفولة بتاعته هنا في المنطقة هنا، وخلاص طبعا ده مات وده مات، فالبيت بتاعه بقى عملوه دلوقتي مكتبة بقى، مكتبة يعني. نفسي اروح اصوره بجد، بس الظروف مش سامحة خالص، يعني ان شاء الله باذن الله كده اعمل له فيديو كده واصور بيت الراحل جمال عبد الناصر لو يعني متاح التصوير، يعني لان هما ممكن يمنعوني من التصوير، مش عارفة لسه. احنا ما زلنا في شارع سينما ليلى. طبعا برضو من اشهر معالم بكوس محطة الترام طبعا اللي اتهدت، ومن اشهر برضو معالم بكوس مبنى الاذاعة والتلفزيون اللي في شارع الاذاعة، القناة ال5 تلفزيون. بصوا بقى شارع مصطفى كامل اللي هو بالعرض ده، احنا مش هندخله، احنا طوالي لان الجولة كانت متعبة جدا جدا من الزحمة.
مبنى الإذاعة والتلفزيون قناة 5 تلفزيون اسكندرية موجود في شارع الإذاعة، وشارع الإذاعة ده بيبدأ من الترام وبينتهي عند شارع، احنا ما زلنا ماشيين في شارع سينما العيلة، وبينتهي عند شارع الحرية أو شارع أبو قير. يعني اللي يقول لكم شارع الحرية يعني الحرية ده هو شارع أبو قير، هما الاتنين نفس الشارع، بس شهرته أكتر شارع أبو قير. هنا بقى كان في تكسير في الشارع هنا، وكان الشارع بصراحة يعني كان قبل كده أحسن، فهم في حاجة بيصلحوها بيعملوا حاجة، فكان في تكسير في الشارع، فكان الموضوع متعب جدا في الجزئية دي. إن شاء الله يكونوا صلحوها يعني بإذن الله. فيديو مدته 21 دقيقة، بالنسبة لي بصراحة فيديو كبير جدا. بس يعني كان لازم ان انا اجيب كل ده انا اصلا يعتبر حتى بكوس كلها، ده انا ما دخلتش جانبي، يعتبر مشيت لكم بالشوارع الرئيسيه بتاعته. لكن لو دخلت جانبي كمان، مع السلامه حي بكوس، لكن لو دخلت جانبي كمان كان هيبقى الفيديو اطول من كده بكتير يعني، فانا استكفيت بالقدر ده. فانتوا كده خدتوا فكره عن بكوس في شهر 8 10/8/2026. بصوا بقى شارع الإذاعة اللي في وشنا، يعني هنعدي من تحت اليافطة بتاعت مع السلامة حي بكوس طوالي كده، هو ده شارع الإذاعة. بيبدأ من هنا سكة الترام وبينتهي عند طريق شارع أبو قير أو شارع الحرية يعني، أو طريق الحرية ورا التاكسي كده. وبكده بقى النهاردة تكون جولتنا خلصت. يا رب تكون جولتنا النهاردة في بكوس عجبتكم. أشوف وشكم بفيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.